هتعمل ايه لو قلت لك ان انت عندك فرصه دلوقتي انك تشتغل في مجال من افضل المجالات الموجوده، وخصوصا انك هتشتغل لحسابك الشخصي، وممكن انك تكسب او تقدر تحقق دخل لنفسك، وتقدر انك تعلم نفسك بنفسك المجال ده، تقدر تعلمه لكتير قوي من الناس اللي حواليك، لان هو مجال تاريخه واضح وكويس جدا ومناسب لجميع الفئات، مخاطره عاليه ومناسب لجميع انواع المتداولين. عليك وعلى مجال الاسهم. اهلا بيك في كورس الاسهم. الكورس ده باذن الله هيبقى 30 حلقه. طيب يعني هتعلم فيه ايه؟ تعال اقول لك هتتعلم في الكورس ده ايه. مبدئيا كده انا مقسم الكورس ده ل4 اجزاء موجودين ان انت هتتعلمه معانا في الكورس ده. اول حاجه معانا واللي هي الاساسيات والمفاهيم، هتبقى 17 حلقه كامله. يبقى في 7 حلقات للمفاهيم الاساسيه و5 للقوانين واللوائح الموجوده في مجال الاسهم. يبقى في 7 حلقات للمفاهيم الاساسيه، يعني مثلا مفاهيم زي ازاي التداول بيشتغل، او يعني ايه تداول، او يعني ايه بورصه، والحاجات دي وهكذا وهكذا. 5 حلقات في قوانين واللوائح، زي قانون مثلا زي T+1 و T+2 والقوانين التانية اللي موجودة في مجال الأسهم، دي اللي احنا بإذن الله هنشرحها في الفترة الجاية. الحاجات المتقدمة اللي هي بتبقى 5 حلقات برضو، يعني حاجات متطورة شوية في مجال الأسهم هتساعدك جدا، خصوصا لو انت لسه مبتدئ. تاني حاجة معانا واللي هي حاجة سبيشال خالص، انت تقريبا ما شفتهاش في أي كورس موجود في كورسات الاسهم، نعمل حاجه اسمها دراسه الشركات. يعني ايه دراسه الشركات؟ هنجيب مثلا شركه معينه او صندوق استثماري معين موجود في مجال الاسهم، وخصوصا في الولايات المتحده، يعني مش هنجيب من بره خالص، لا احنا هنجيب من الولايات المتحده. هنشوف هل فعلا الصندوق الاستثماري ده او الشركه دي فعلا بتعمل اداء كويس جدا على مدار مثلا 10 سنين او حاجه. طبعا ده اللي احنا هندرسه مع بعض في الحلقات الجايه. ده طبعا هيبقى 4 حلقات. طبعا هنشوف فيهم شركات زي جوجل وابل وامازون، وفي مثلا لو هنعمل صناديق استثماريه، انا عامل مثلا صندوق استثماري ل S&P 500 من احسن صناديق الاستثمار الموجوده. وبالمره برضو ابقى افكر يعني اعمل حلقه تانية عن صندوق استثمار ناسداك، او اعمل حلقه تانية عن ناسداك برضو، علشان ده برضو يعتبر مهم زي ال S&P 500. الحاجه معانا واللي هي التحليلات وادارات المخاطر، عندنا 4 حلقات في الموضوع ده. هيبقى عندنا اول حاجه واللي هو هنشرح فيه التحليل الفني بشكل مختصر شويه، والتحليل الفني ده تتعلم فيه ازاي انك تقدر تخش الصفقات، او ازاي بمعنى تاني انك تقدر تحلل الاسهم اللي موجوده، وازاي انك تعرف ازاي تخش الصفقه اللي جايه دي صح ولا تخشها لا. وتاني حاجه معانا واللي هو التحليل الاساسي، ده التحليل اللي بيبقى على الراي الجماهيري او الراي اللي بيبقى العام موجود يعني، وده برضه هنشرحه بشكل مختصر او شكل مبسط علشان تقدر تفهمه بشكل كويس جدا. حاجه معانا واللي هو تحليل المشاعر، ده اللي هو انت وبين نفسك، تمام، او انت وبين الراي او غالبيه الناس، هل انت هتختار الراي بتاعك ولا هتختار الراي بتاع الناس. ورابع حاجه معانا واللي هي اداره المخاطر. اداره المخاطر من اهم الحاجات اللي انت لازم تاخدها في اي سوق مالي موجود في مجال التداول، مش الاسهم بس، لا ده في اي سوق حرفيا موجود في مجال التداول. اداره المخاطر دي هي اللي بتحفظ لك فلوسك. هل ان انت تصرف فلوسك ومثلا رصيدك يبقى 0، ولا مثلا ممكن رصيدك او محفظتك الاستثماريه اللي عندك ممكن ان هي الدخل بتاعها يعلى بشكل خرافي، او ممكن ما يعلاش اصلا، او ممكن يبقى دخل ثابت. هتحدد بيها بالظبط هل انت هتخسر ولا هتكسب، هتخش بكام النهارده، ومثلا انت هتحسب هخسر كام الصفقه دي او هكسب كام الصفقه دي، تكون حاسب الميزانيه بتاعت الخساره، وتكون حاسب ميزانيه ان انت هتكسب في اداره المخاطر دي. خامس حاجه معانا واللي هي الخطوات العمليه. الخطوات العمليه باذن الله هنعمل لها 4 حلقات، حلقه لتسجيل او فتح حساب على منصه انتراكتيف بروكرز، وحلقه تانية علشان نسجل حساب في منصه تريد زيرو، وحلقه برضو نعمل فيها باذن الله جلسه اسهم، وفي حلقه تانية برضو هنعمل فيها حاجه اسمها تحضير لجلسه الاسهم، يعني ازاي انك تحضر تبدا انك في جلسه الاسهم تبدا تحضر ازاي تختار مثلا الشركات المعينه اللي موجوده في قبل ما السوق يفتح، تشوف اداءات الشركات وكده وهكذا وهكذا. طبعا احنا هنبدا ان احنا نعمل الموضوع ده، وطبعا هنبدأ في الشغل ده بدري جدا، وخصوصا ان انت هتتعلم ايه من المجال ده. اول حاجة انت هتتعلمها ان انت ازاي هتدير فلوسك في المستقبل مثلا، وازاي برضو ان انت تقدر تكسب فلوس من على النت وكده، ولكن عن طريق موضوع التداول. وهتبدأ طبعا ان انت يبقى معاك فلوس اكتر، تبدأ ان انت تاخد فكرة اكبر عن مجال الاستثمار. وطبعا هنبدأ ان احنا نعمل فيديوهات، والسلام عليكم.
She lie to your face, I really don't get it. She say what you want her to say. At the end of the